بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا قبل ما نبدأ في الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة وشير الفيديو عشان نقدر نوصل لأكبر عدد وتقدر تستفيد من الفيديوهات اللي احنا بنعملها ان شاء الله. كلام النهاردة عن 5 قروش جمهورية مصر العربية نحاس، سعرها غالي ويوصل ل7000 و8000 جنيه بشرط نكون بالمواصفات اللي هقولك عليها دي. مبدئيا ال5 قروش شكل دي بالظبط، نفس الشكل اللي انت شايفه قدامك ده بالظبط، مكتوب عليها جمهورية مصر العربية ومكتوب 5 قروش. بس هنا بقى التاريخ ايه؟ 2004. هنا التاريخ 2004. لا، التانية بقى اللي هي بتتباع ب7000 وب8000 اللي هي مكتوب عليها 1991. 1991 تاريخ الميلادي بتاعها 1991. أي تاريخ غير 1991 دي سعرها 5 جنيه. أي تاريخ غير 1991 دي سعرها 5 جنيه وما بتتباعش، ملهاش لازمة. الظهر بتاعها بيبقى زي ده بالظبط اهو. الظهر بتاعها اهو، شايف انت الفازة دي اهي اهي، الظهر بتاعها فازة زي دي. ده الظهر بتاع العملة. يبقى العملة الظهر بتاعها زي دي بالظبط، والتاريخ بتاعها 1991. ده الظهر بتاعها. الظهر بتاعها اهو فازة اهي، والتاريخ بتاعها 1991 ومكتوب عليها جمهورية مصر العربية والعملة نحاس. دي اللي بتوصل سعرها ل7000 جنيه و8000 جنيه على حسب الحالة، لأن دي نادرة ومش موجودة. دي نادرة ومش موجودة. أما اللي قدامك دي اللي هي في الفيديو اللي قدامك دي سعرها 5 جنيه، ما بتزيدش عن 5 جنيه. ليه؟ لأن كل الناس معاها منها وموجودة ومتوفرة مع كل الناس. أي تاريخ غير 1991 سعرها 5 جنيه. أما اللي هي تاريخها 1991 دي سعرها ب7000 جنيه و8000 جنيه. شرط إنه يكون الشكل ده بالظبط، والظهر بتاعها فازة زي اللي أنا وريتهولك، والعملة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية ومكتوب عليها 5 قروش، والتاريخ بتاعها 1991. ده كان الفيديو. ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك والمتابعة للصفحة. شير الفيديو على قد ما تقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد. وما تنساش مواصفات العملة اللي قلنا عليها. العملة لازم تكون نحاس، والتاريخ بتاعها 1991. لو معاك دي ابعت الصور بتاعتها في التعليقات وانا هقول لك تبيعها فين بالمبلغ اللي انا قلت لك عليه. بس شرط يكون بتاع التاريخ بتاعها 1991 والظهر بتاعها زي ما انا وريتهولك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.